السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال يا رب، ودائما في اطار تحضيرات رمضان او مؤسسات رمضان. اليوم ان شاء الله نحضر معكم مقروط ديال التمر اللي كيجي على هذا الشكل هذا، مقروط ديال المرشم بطريقه جد مبسطه. خليكم معايا البنات مع المكونات وطريقة التحضير. وانا بالنسبة للمكونات البنات هنايا عندي كيلو ديال السميدة مويان، غادي نوضعوها في قصرية ونضيفوا لها 4 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيدة، معلقة كبيرة ديال القرفة ومعلقة صغيرة ديال الملحة. غنخلطوا العناصر جيدا، ومن بعد غادي نضيفوا 250 غرام ديال الزبده بوغ نوازيت، يعني كتغليوها في المقله حتى كيولي داك اللون ديالها بني، وكنصفيوها وكنخلطوها مع هذاك السميده. كنشربوا السميده بهذيك الزبده بوغ نوازيت كما كتشوفوا معايا، طريقه سهله جدا. ومن بعد غادي نغلف هذا الخليط هذا وغادي نخليه يبات ليله كامله باش يطلع لكم المقروط زوين. غادي نغلفوه بالسلوفان ونخليو الخليط ديالنا يبات ليله كامله، وندوزو دابا ان شاء الله باش نحضروا الحشوه ديالنا اللي هي الحشوه ديال التمر. هنايا عندي 500 غرام ديال العجينه ديال التمر، تستعملوا اي ماركه مولفين كتستعملوا. نضيفوا لها 2 معالق كبار ديال الزنجلان هكاك مجبور، و4 ديال المعالق كبار ديال اللوز مقلي ومهرمش. غنضيفوا 2 معالق كبار ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال المزهر، وغادي نخلطوا هاد المكونات جيدا حتى كيتجانسوا لينا. والمقادير طبيعه الحال غادي تلقاوهم دائما تحت صندوق الوصف. ومن بعد غادي نشكلوا كويرات صغيره، هانتوما كما كتشوفوا معايا، ما تكونش كبيره بزاف يعني صغيره، وكنستمر بنفس العمليه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال التمر، وكنحتفظ بها حتى هي كنغلفها بالسلوفان وكنحتفظ بها حتى كنبغي نخدم بها. اعتذر البنات على الصوت، ضربني شويه البرد. صافي البنات، هنا من بعد ما بات عندي خليط ديال السميده، هانتوما كما كتشوفوا راه تشرب مزيان هذيك الزبده. غادي نخلطو مره اخرى، ومن بعد هنا عندي خليط ما بين ما الزهر والماء به باش غادي نجمع هذا الخليط ديال السميد. كنضيفو غير بشويه بشويه، يعني على حسب الماركه ديال السميده اللي كتستعملوا، يعني تقدر تشرب بزاف تقدر ما تشربش، يعني كنضيفو غير بشويه بشويه، دائما كنضيفو غير بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه. هانتوما البنات، يعني كنحاولوا نجمعوا العجينه ديالنا غير بالاطراف ديال الاصابع، يعني ما ندلكوهاش حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا. هانتوما كما كتشوفوا يعني ما ندلكوهاش. هنا غادي نستعمل البنات هذا المرشم هذا، الكل كيعرفوا راه كيتباع عند هذاك اللي كيبيع اللوازم الحلويات. دوك انا غناخذ واحد الكميه ديال العجينه ونوضع فيها الكره ديال التمر في الوسط، وغادي نشكل كريات بهذا الحجم هذا، وكنوضعهم مباشره في شي صينيه، وكنستمر البنات بنفس العمليه يعني حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال التمر، وكنخليوها تنشف. ضروري تخليو هاد الكرات ديال الحلوى او ديال المقروط ينشف باش ما يلصق لكمش من تكونوا كطبعوه، ما يلصق لكمش في الطابع. هانتوما كما كتشوفوا كنديروا الكره تحت الطابع وكنطبعوا، كيخرج لينا هذيك الزواقه اللي بغيتو. يعني هذا الطابع اللي فيه زوين ان فيه بزاف ديال الرشمات، نتوما تختاروا الرشمه اللي بغيتو. كاين هذا طابع مدور، كاين طابع مربع، يعني شريو هذاك اللي يعجبكم نتوما، يعني تقدروا تستعملوه مدور، مقروط مدور، مربع، يعني اللي بغيتو. كما كتشوفوا كناخذوا الكره
كنوضعوها تحت الطابق. وكما قلت لكم ضروري تخليو المقروطه ديالكم ينشف باش العجينه ما تلصق لكمش في الطابق ويخسر عندكم يخسر لكم المقروط. يعني ضروري من تعمروا الكرات بالتمر خليوها تنشف مزيان، عاد طبعوا المقروطه ديالكم كما قلت لكم غير باش ما يلصق لكمش في الطابق، وتصدقوا تعاودوا الخدمه من الاول. هانتوما شوفوا الرشمه كي دايره. كما قلت لكم هذا الطابق اللي فيه زوين هو ان فيه بزاف ديال الرشمات، وانتوما اختاروا الرشمه اللي بغيتو. صافي البنات انا كنستمر بنفس العمليه تاني عاوتاني حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال المقروط. اون فوا كنطبعها كنوضعها في واحد الصينيه. هانتوما كما كتشوفوا يعني ساهل ماهل، ما غاديش تعذبوا معاه. غير المهم انكم ضروري تخليو هاد المقروط ينشف يعني قبل ما تطبعوه باش ما تعذبوش. هانتوما البنات كما كتشوفوا من بعد ما كملت يعني الكميه كامله اللي عندي ديال المقروط، من بعد ما طبعته كنوضعه في الصينيه، كنفرش ليه ورق الزبده وكنغلفه بالسلوفان. كما قلت لكم كنخليه عاوتاني ينشف مره اخرى، ضروري عاد ندوز باش نقليه ان شاء الله. صافي البنات هنا من بعد ما نشف عندي المقروط ديالي كنسخن الزيت بطبيعه الحال، كنسخنها مزيان ومن بعد كنوضع فيها المقروط. من بعد ما كنسخن مزيان الزيت كنقص العافيه يعني النار تكون مهيله، وكنوضع المقروط ديالي حتى كيتحمر ليا من جوج ديال الجهات. اون فوا كيتحمر كما شفتوا معايا في الفيديو كنستقطروا من الزيت وكنوضعوا مباشره في العسل، والعسل خصو يكون بارد لان المقروط سخون. يعني المقروط حتى هو راه حلوه من بين الحلويات او المؤسلات ديال رمضان، بحال الشباكيه، بحال البريوات، بحال سنطير، بحال سي لا ميم شوز. دائما كنسخنوا الزيت ونقصوا العافيه باش هاد الحلويات يطيبوا على خاطرهم وما يتحرقوش لينا. صافي اون فوا كنضفي عفوا المقروطه ديالي في العسل وكنخليه يشرب مزيان هذاك العسل. غادي نستقطرو مره اخرى من العسل ونوضعو في شي كسكاس باش يستقطر لينا داك العسل اللي زائد. صافي البنات الفيديو واضح امامكم. من بعد ما تشرب ليا المقروط العسل غادي نستقطرو، كنوضعو مباشره كما قلت لكم في كسكاس باش يستقطر لينا هذاك العسل الزائد. صافي البنات وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال المقروط، لا بالنسبه للقليان ولا بالنسبه للتعسل ديال المقروط. ونتلاقاو ان شاء الله في المرحله المواليه. هذا هو الشكل النهائي ديال المقروط التمر اللي حضرت معكم اليوم. كيجي على هذا الشكل هذا وبهذا الزين هذا. مقروط المرشم كيجي البنات روعه وكيجي هشيش. نتمنى انكم تجربوا الوصفه هذه المائده ديالكم، مائده رمضان، وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء اللي تعم الفائده. انا البنات هنا خليته عادي ما زينتوش، خليته طبيعي. ما عليا غير نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع دليشة كيتشن المطبخ اللذيذ، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.